هل تعتبر هذا الشيء فضفضة صحية لو كارثة اجتماعية؟ اكو كارثه واكو جهل، لان هذه خصوصيه. التباعد صار كبير بالقلوب. تجد الناس جالسه في مجلس واحد ولكن كل من ملتهي بتليفونه والجميع ملتهي بالهاتف. صح. عمران، هاي المنصات اريدك تحذف لي واحدة من عندهن. شنو تختار وليش بالذات؟ والله هذا البرنامج الاسود اللي يسمونه التيك توك. التيك توك. ليه احنا قاعدين بمجلس واحد كل من مكان. نعم. هذه كارثة. انه لا تحرميني، لا تضايقين علي. المجتمع انا حال صار. انا حال الصديقات اللي موجودات. اما اني امنع بنتي فقط، وهذا الشيء اصبح شيء يعني شيء صعب. متابعة الام من البنت هو شيء مسؤولية، صح ولا لا؟ نعم. ام تدخل بشؤون البنت؟ هل اصبحت اليوم العزائم العائلية يعني مجرد مناسبة لالتقاط الصور؟ يا الله عز وجل لا يقبل الرياء، لا يقبل الرياء اطلاقا. نشر العزائم اليوم رياء يعتبر لا شك. من الواجب الديني. حتى المشاعر صارت تمثيل برأيك؟ بصراحه ايه. جزء كبير من حياتي على السوشيال.